اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأكارم، أحد مشايخ الوهابية يقول إنه طالب علم، ولكن أنا أتوقعه أنه من المشايخ بسبب الصورة الذي وضعه في بروفايله، الصورة القديمة وليس هذه الصورة. نشر منشور في مجموعة ثورات بين المذاهب الإسلامية جلاء الأفهام العصمة في معتقد الشيعة الإمامية، تعني أن المعصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها لا يزال عن الفتيا ولا يزال ولا يخطئ، لا يزال عن الفتيا ولا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا. وهذا المفهوم باطل مناف للشرع والعقل، وقد اختصر أهل البيت الطريق وهدموا معتقد العصمة تماما في الرواية التالية للإمام جعفر الصادق رضي الله وسلام الله عليه من عندي، من كتاب الشيعي الشهير رجال الكشي، المعروف كذلك باختيار معرفة الرجال، وهو للشيخ الطائف الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه. يقول في منشورها: لا هم أئمة الذي تدعون إنكم شيعتهم. عن أبي الحسن موسى الخشاب عن علي بن الحسان سوف نعود إليه إن شاء الله، عن عمه عبد الرحمن بن كثير كذلك سوف نمر عليه. قال أبو عبد الله عليه السلام: يوما لأصحابه فوالله هنا يوما لأصحابه فوالله هنا بتر يا أخوان، هنا بتر في الكلام. فوالله ما نحن إلا عبيد للذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله والله ما لنا على الله من حجة إلى آخره. رجال الكشي الجزء الثاني صفحة 191. هذا أولا بتر الكلام. أتيت أنا دخلت له، دخلوا بعض الأحبة أعطوه بعض الوثائق من كتبهم طبعا. الرواية واضحة جدا: فإن عذبنا فبذنوبنا. طيب هنا أنا شيخ حسان ممكن طلب، قلت له أريد الرواية كاملة. شيخ حسان ممكن تأتيني بالرواية كاملة وتكرم. أعطاني هذه القصفوصة، لحظة واحدة. طبعا هنا أنا كاملة، وبهذا لحظة واحدة. الآن أنا استخرجها كاملة، لكن التكبير ما في خلل بالجهاز، ما جاي يقرأها تكبير كاملة. وبهذا الإسناد عن حسن بن موسى عن الخشاب عن علي بن الحسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال أبو عبد الله: إلى هنا هو بتر البتر. قال أبو عبد الله: يوما لأصحابه. بتر ماذا بتر؟ لعن الله المغيرة ابن سعيد، ولعن يهودية كان يختلف إلينا يتعلم منهم، ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق، وأن المغيرة كذب على أبي عليه السلام فسلبه الله الإيمان، وأن قوما كذبوا علي ما لهم أذاقهم الله حر الحديد. هو منا فوالله ما نحن إلا عبيد. بتر هذا الكلام كله. الإمام عليه السلام كان يتكلم مع بعض أصحابه عن المغيرة الذي كان يكذب على أهل البيت. المغيرة بن سعيد كان يكذب على أهل البيت، وهذا الشخص كان من الغلاة. طيب الآن نعود إلى رواية الذي أتى بها عن علي بن الحسن عن عمه عبد الرحمن بن كثير. لو نأتي إلى كتب الرجال، لحظة واحدة أخواني، سوف أوقف الفيديو لأستخرج الكتاب، لحظة واحدة. طبعا هذا كلامه، كلام الإمام كان ردا على ماذا سألته. قال: ما تعقيبه على كلام الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه وسلام الله عليه؟ هذا أصل منشور، تفضل. جاوبه أحد الأخوان: شيخ حسان ما أتيت به ساقط عن الاعتبار عزيزي. عندكم الآن لحظة، معنا تشريط طلب الفائدة. بين لك دقيقة. أولا الرواية التي احتج بها ضعيفة السند، هنا بينت له نفس الترتيب. علي بن الحسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير، لكي أوضح له الرواية كاملة. واحدة. هنا علي بن الحسان ضعيف كذاب، ضعيف جدا كذاب، لا خير عليك. هذا طبعا كتاب مفيد في معجم رجال الحديث بقلم محمد الجواهري.
علي بن الحسان بن كثير، علي بن الحسان بن كثير الهاشمي، ضعيف جدا كذاب. ثم أطلق على علي بن الحسان كما في كثير من الروايات، وإذا كانت الرواية عن عبد الرحمن بن كثير فهو الهاشمي ضعيف. يعني هنا تضعيف لرجلين، علي بن الحسان الهاشمي وعبد الرحمن بن كثير الذي هو كذلك الهاشمي، فهما الاثنان ضعيفان. في أي صفحة؟ لحظة واحدة، في صفحة 388 المفيد من معجم رجال الحديث. الآن لنعود. عبد الرحمن بن كثير متهم بالوضع. رجال النجاشي، كتاب رجال النجاشي تأليف مما جمع شيخ أبي العباس النجاشي الأسدي الكوفي، مؤسسة العالمي، صفحة 225 225. رقم الترجمة 621. عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع الحديث، يعني يضع الحديث هذا الرجل علي بن الحسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير به. طيب جميل جدا. الآن لحظة واحدة، يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن بينا لكم ضعف الرجلين من أكثر من مصدر رجال النجاشي ومصدر المفيد من معجم رجال الحديث. الآن سؤال الشيخ حسان، طبعا لم يجب على السؤال. قلت له هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أم لا حسب مبناك؟ لم يجبني. عاد إلى الكلام عباس، اتهمتني بالبتر، فأين موضع البتر في الرواية؟ قلت له الرواية مبتورة صديقي، أولا الإمام في الرواية يرد على الغلاة، طبعا هو الذي لم ينقلها، والرواية غير صحيحة سنديا. هنا في كتاب سيدكم النجاشي، انظروا أخواني، انظروا إلى التدليس. في كتاب سيدكم النجاشي علي بن الحسان هو الواسطي الثقة. لماذا لم تذكر وتعلم عليه باللون الأصفر؟ طيب جميل جدا يا صديقي. فيه طعن بشخصين عباس حتى وإن كان يرد على الغلاة، فالعبرة بما قال وليس العبرة بما قيل. أقول له فيها طعن في الرجال، يقول لي لا، علي بن الحسان الواسطي ثقة. هل هذا طعن عجيب؟ جميل جدا. أنا لست شيخا ولكن أحب المشايخ. قلت له راجع الكلام عزيز تتأكد جيدا. علي بن الحسان الواسطي الثقة، عادها كم مرة؟ 3 مرات عادها. هنا علي بن الحسان الواسطي الثقة، وهنا كذلك 3 مرات عادها. أين موضع التدليس؟ أما أنك تدلس عن سبق أسرار أو أنك لا تعلم ما تقول. طيب أنا أعطيته 10 دقائق ليتراجع عن قوله لكنه لم يتراجع. الآن ننتقل إلى كتاب رجال النجاشي. لحظة واحدة، هذا كتاب رجال النجاشي. طبعا نعود إلى الغلاف ولا في كتاب رجال النجاشي، مما جمعه الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي. طيب جميل جدا. شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان. الآن نذهب إلى صفحة 265 65 هاي 264 260 65. ننزل علي بن الحسان الواسطي الذي هو احتج عليه به. علي بن الحسان الواسطي أبو الحسين القيصر المعروف بالنمس، عمر أكثر من 100 سنة ولكن كان لا بأس به. روي عن أبي عبد الله، روي عنه حديثه في سعدان بن مسلم. له كتاب هذا أصحابنا. جميل جدا. انظروا أعزائي، رقم الترجمة 726. علي بن الحسان الواسطي هذا يقول النجاشي لا بأس به. جميل. لو نرجع إلى صفحة 240 لحظة واحدة. باب علي بن رآب، علي بن منصور، علي بن الحسن. لحظة واحدة.
علي رقم الصفحة 241. علي رقم الترجمة 660. علي بن الحسان بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن تخليط كله. جميل. الآن نعود إلى كلامه. علي بن العباس، علي بن حسان بن كثير الهاشمي مولى عبد الله مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ضعيف جدا. هو يقول أن الهاشمي الذي نقلناه قبل قليل، الواسطي الذي نقلناه قبل قليل ثقة، ويقول كررها أكثر من مرة. جميل جدا. في الرواية التي أتى بها، لحظة واحدة، هذه الرواية التي أتى بها علي، لحظة واحدة فقط التصوير. علي بن الحسان، علي بن الحسان ينقل عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. طيب، إذا كان عبد الرحمن بن كثير عن علي بن حسان هو هاشمي، كيف يكون علي بن الحسان واسطي وهو هاشمي؟ انظروا أعزائي إلى تدليس شيوخ الوهابية. تقبلوا تحياتي خادمكم.